السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا في قناتي وقناتكم عالم دينا. هاد الكيكه هذه بغيت نشاركها معكم البنات. كتجي هشيشه، كتجي غزاله، كتحمق كما كتشوفوا في الفيديو. ما تشبعوش منها. هادي غديروها كونوا اكيدين انكم غتاكلوها هذيك الساعه، حيت هذاكشي اللي كيطرى لينا حنا. المقادير متوفره في جميع البيوت. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو ب4 ديال البيضات. هنا البنات ما درتش قريصه الملح، نسيتها، ديروها. صافي غادي نزيد عليهم 100 غرام ديال السكر سنيده. وساشي ديال الفاني. عندي هنا حامضه محكوكه، اولا اللي بغى يدير الليمون يحك الليمون، داكشي كيبقى اختياري. هذا الحامض كيعطيه واحد المذاق هائل البنات. وخليكم معايا حتى لاخر هذا الفيديو باش نقول لكم السر ديال الكيكه، باش ما تبقاش تهبط لكم، حيت كاين بزاف اللي كيدير الكيكه وكيدير نفس المقادير وتيقول لك ما عرفتش علاش انا الكيكه ديالي كنخرجها من الفران كتكون ما شاء الله عليها، غير كيخرجها كتهبط. هنا البنات كنحركوا كلشي مزيان حتى كيولي الخليط ديالنا ابيض بحال هكا. صافي باش تشوفوا كيفاش كيبان ابيض. هنا كندوزو باش نبداو نكبوا الزيت شويه بشويه. عندي هنا 80 مليلتر ديال الزيت. صافي حنا كنحركوا، حنا كنكبوا او ميم طون حتى كنساليو هذيك 80 مليلتر. صافي كنحسوا بالخليط ديالنا تحرك مزيان. صافي باش غادي ندوزو ان شاء الله نزيدو الطحين ديالنا. هنا عندي 200 غرام ديال الطحين. غادي نزيد عليه 15 غرام ديال الخماره ديال الحلوى. غادي نخلطهم. صافي وغادي نرجع نديرو في هذاك الصفايه ديالي الغربال الصغيور ديالي، وغادي نبقى نكب شويه بشويه وانا كنحرك على هذا الشكل البنات. صافي حتى كنكمل 200 غرام ديالي. الخليط ديالنا خدا ليا 200 غرام ديال الطحين، وكل وحده وعلى حسب الطحين ديالها واش كيشرب ولا لا. صافي كنحركو مزيان كما كتشوفوا هانتوما البنات، خفيفه كتجي. نتوما فاش كنهزوا الخيوطه كيبانوا لنا خيوطه رقاق. هنا من بعد ما دهنا مزيان المول ديالنا بالزبده والطحين ورشيناه بالطحين، نديرو فيه الخليط ديالنا. الفران ديالي درتو يسخن على 200 درجه. على مده 5 ديال الدقائق، كل وحده وعلى حسب الفران ديالها. انا فاش كتوصل 5 دقائق صافي كيقول لي بلا الفران راه سخن. صافي كنهبطها ل 190 درجه وكنرمي الكيكه ديالي. هنا هاد المرحله هذه كتبقى اختياريه. عندي بيبيتو شوكولا، درت فيهم شويه ديال الطحين باش ما يهبطوش ليا لتحت، بغيت نزوق بهم الكيكه. كنحركهم مزيان باش كياخذوا داك الطحين هذاك باش يبقاو من فوق الكيكه ما يهبطوش لتحت. صافي كنبقى نزوق شويه بشويه هكايا حتى كنديرها كله على وجه ديال الكيكه. وهنا البنات بغيتوا الكيكه ديالكم ما تهبطش، هي انها خليها طيب مزيان، ماشي تشوفوها تنفخات وتحمرت تقولوا صافي راه طابت. شوفوا هنايا البنات كيفاش خرجت، تبارك الله ما شاء الله كتحمق. السر ديال اللي بغيت نقول لكم هو انه فاش
فاش تكونوا مثلا كنتو كطيبوا على 45 دقيقه زيدوا لها واحد 5 دقائق، كنتو كديروا لها 50 دقيقه زيدوا لها واحد 5 دقائق، خليوها تشد مزيان ودخلوا يديكم وبقاو تحركوا المول. الا شفتوه كتمشي وتجي معاكم واخا هي طايبه ومحمره يعني راها باقا ما طابت، ولا شفتوها فريمون شاده راسها راها طابت. وهنا وغادي تصدق معكم الكيكه 100%، حيت انا كان عندي هذا المشكل وعاد لقيت لها السر ديالها. شوفوا البنات كيفاش كتخرج ما شاء الله. وصافي البنات، هذه هي الاخر ديال الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وما تبخلوش عليا بلي لايك، راكم كتنساو ما كديروا لياش جيم. انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه كتعجبني، وكنتمنى نتوما تفرحوني بالتفاعل ديالكم. الا عجبتكم طبيعه الحال الوصفه ديالي، باشتراك وجيم، ومع السلامه ان شاء الله.